خيم الحزن على الوسط الفني المغربي صباح اليوم الأربعاء من بعد ما تم إعلان خبر وفاة الممثلة القديرة نعيمة بوحمالة اللي توفت في الصمت بعدما كانت كتعاني من مرض في القلب لسنين وتسبب ليها فوعكات صحية متكررة. دخلت المرحومة نعيمة بوحمالة لعالم التمثيل وهي ما زالت صغيرة ما كتفوتش 12 سنة، ومن ذاك الوقت وهي كتحفر فمسار فني طويل جاوز 50 عام اللي بينات فيه على مواهب كثيرة، وكان عندها إصرار كبير وشغف بلا حدود، حتى ولات من الأسماء اللي محفورين في ذاكرة التلفزة والمسرح المغربي، وزادت حتى في المجال السينمائي اللي تألقت فيه سواء في الأعمال المغربية أو حتى الدولية. ما كانتش غير ممثلة عادية، بل كانت بحال شخصياتها قوية صريحة بسيطة ومرحة في نفس الوقت. داكشي علاش دخلت لقلوب الناس بسرعة، خصوصا من سبعينات القرن اللي فات، فواحد الوقت اللي كان عدد الممثلات قليل بزاف.